مكسلين ومش عاوزين نقف كتير في المطبخ وعاوزين أكلة تخلص معانا في 10 دقايق، وكمان الولاد يحبوها جدا. هنعمل مع بعض فاهيتا الكبدة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. أول حاجة هنجهزها هي الطحينة. معايا كمية من الطحينة لازم نخففها بالمية شوية بشوية لحد ما تدينا القوام المظبوط. كل المكونات والمقادير هكتبها لكم تحت الفيديو. بعد كده هضيف التوابل وهضيف كمان عصير الليمون والخل، وهرجع أضيف معلقتين كبار من الزيت سواء زيت الزيتون أو الزيت العادي، وأقلب بقى كويس قوي لحد ما تتشكل عندنا الطحينة بنفس الشكل ده. بالنسبة بقى للكبدة، الطاسة أحط فيها نص كوباية من الزيت ولازم يسخن جدا. أضيف نص كيلو من الكبدة. الكبدة متقطعة شرايح رفيعة بالطول بنفس الشكل ده. تاخد لون أضيف بصلاية كبيرة متقطعة جوليان، وأضيف معلقتين كبار من التوم المفروم ناعم. لازم التوم يستوي معايا وما يبقاش ني. أرجع أضيف معلقة كبيرة من هريسة الشطة، ديت اختياري ممكن نستبدلها بالفلفل الحامي. وأرجع أضيف التوابل مع الخل وعصير الليمون. أقلب بقى كويس قوي لحد ما الكبدة تتبل وكمان البهارات تتحمص على النار. آخر حاجة الفلفل الرومي الألوان، وأقلب تقليبة واحدة بس. نقدر بقى ناكلها بالعيش أو كمان ناكلها جنب المكرونة، بس أنا هعملها سندوتشات لأن الولاد بيحبوها جدا كده. نملى بقى كده الساندوتش بتاعنا ونحط كمان عصير الليمون مع الطحينة الخطيرة اللي احنا جهزناها. الأكلة سهلة وبسيطة وسريعة، وحقيقي طعمها هيعجبكم جدا، لازم تجربوها. وبس كده، وصفة النهاردة خلصت. بألف هنا وشفا، وباي باي.